ناخذ أول متصلة أم بلال من الشفشاون. أم بلال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي أمين مرحبا تفضلي. ربي يخليك. شوف، عندي أختي الأولى أختي. نعم. أختي الراجل ديالها كيحس عليا، فهمت؟ نعم. حس عليا يعني ما تخليهاش تجي عندي. الراجل ديالك شنو كيدير؟ الراجل ديال أختي. الراجل ديال اختك مالوش كيدير؟ كيحبس أختي عليا، ما كتجيش عندي، ما كتصلش الرحم. واخا. وانا ملي كنهضر معها في التليفون كنمشي ندارنا كنعيط لها كتجي زعما يعني انا ما قطعت كيفاش الصوت كيقطع ام بلال. الصوت كيقطع. قلت لك اختي. نعم، شنو السؤال؟ فهمنا دابا الوضع، شنو السؤال؟ بغيت زعما نعرف شنو زعما واش انا عندي شي اثم في هذا الشيء او لا. ودابا انت كتسولي عليها، الا لقيتيها في شي بلاصه كتمشي تلاقيها، غير هو راجلها ما كيخليهاش تجي عندك. واخا. اي ما كيخليهاش هو يعني فرحت انا شي جوج د الفرحات عملت ما كيخليهاش، ولكن انا ماتت الام ديالو العكوزه ديال اختي وما مشيتش نعزي فيها. واخا. انت ما عارفاش السبب، شنو تتقول لك اختك؟ علاش كيمنعها؟ واش كيمنعها غير عليك انت ولا على كاع العائله؟ من الاول من اللي كنت بغيت نتزوج انا بغى كيخلط علي، فهمتي؟ مشى كيخرج عليا شي هضره. يعني هو عنده مشكل غير معاك انت ياك؟ معايا انا، هو تا مع العائله يعني ما مزيانش، ولكن انا معايا صافي. واضح. وجيب ام بلال بالنسبه للسؤال الاول على راجل اختها كيمنعها عليها، رغم انها يعني ملي كتكون شي مناسبه هي كتحاول انها تواصل مع اختها اولا تهضر معها. واش عليها شي ذنب في هذا قطع الرحم؟ اولا، لماذا تلحين على ان الاخت ديالك ديما تجي لعندك؟ فهذا يعني يعتبر ربما تحريضا لها على ان تخرج من دارها. هو ما تيقبلش. كتقول هي ما تيخليهاش تجي عندها في الافراح، يعني كدير افراح كبيره مناسبات كبيره وما تيخليهاش تجي. قالت سمعت في احدى تدخلاتها قالت ان كان عيط عليها تجي عندي، ما تيخليهاش تجي عندي. قالت دازت عندي جوج افراح. نعم. فعلى كل حال يعني قطع صله الرحم يعتبر من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يقطع صله رحمه أو يقطع رحمه فهو متوعد بمجموعة من الأشياء، مما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطيعة الرحم يا عباد الله فيها يعني غضب الله، فيها سخط الله، فيها أن الله سبحانه وتعالى يعني عندك جسد لكن لا تستفيد من أعضائه، عندك حواس لا تستفيد منها، عطلتي كل شيء، الله يعطل عليك كل شيء، زيادة على ضيق الرزق، زيادة على قصر العمر، زيادة على ميتة السوء والعياذ بالله، كما جاء في أحد: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أطره ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. العكس ديالها، قاطع الرحم رزقه ضيق وعمره قصير ومتوعد بميتة السوء. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هاد السيدة هذه يعني ما دام الزوج ديالها لا يريدها ان تذهب فلتحمد الله عز وجل. شنو غادي تتبزع على اختها تجي عندها؟ كاين الحمد لله الان وسائل ديال التواصل ان تتواصل معها عبر الهاتف المحمول: السلام عليكم اختي، لاباس عليك بخير الى اخره. المناسبات ما جاتش عندي، انتهى الامر، نعذر الاخت ديالي، ربما الزوج ديالها كذا او فيه كذا او حساس لدرجه كذا، انا اعذرها وانتهى الامر. ما نزيدش نكبر المشكل اكثر من هذا.